لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة وحفتة ودلواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومبست رزامن رب العالمين وهي ودارم أوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. بله خوش ويسان ديارا لو آتدا رب العالمين باس لقوم يشيدي كذا كان لدواي قوم عاد أو جهل قوم ثمود دي خواهي قول بيغنبريش كان له رواندك عليه الصلاة والسلام كان ناوي صالحة صلاة والسلام خواهي لسربيتا قال يا قوم أشبه ماشي وبقوم كيد فرمي يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكو دعوي همو بيغنبران تنهى الله بفرستن كالغير الله هيت فرستراوش كي بنا حق تانية قد جاءتكم بينة من ربكم وبينوا بلغيق لنا پروردگار تانهات كبريتي ولا هذه ناقة الله لكم أو ناقة أو اشترى كوا وكو رزلينان خواهي قرديدات بالخوي وكو دين لا تفاصيل كباس لكن أو حشترى وكو بلغو آية معجزة خواهي قول بوتاين ناردية فذروها تأكل في أرض الله ليجرين لو زويي خوا باب خوي بلوري ولا تمسوها بسوء بهيش شويك بخرافة لين زيق مبنوة لبر أوي أقرواب كان فيأخذكم عذاب أليم عذابك بإيش وآزار دي تسرتان. وكل قاسمي دل وإلى ثمود أي وأرسلنا إلى ثمود لبوه ثمود روانا ماكن وهي قبيلة أخرى من العرب. ثمود قبيلة يشتري لقبائل كان عرب سموا باسم جدهم ثمود بن عامر بن إرم بن سام ابن نوح كواتا لوبيان قلت ثمود لبري بابا قوريان ناوي ثمود با كويش كوري عامري كوري إرمي كوري سامي كوري نوح بوا. وكان الثمود بعد عاد ديار الثمود لدواء قوم عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام لشين ذي نشتجيبون لبين حجاز والشام. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلاي شوينواري وآثار وشوينواري باش ما ولد لدواي أوان بسر دارويشتيا لكن جين لسوقتك لتسرقاك وهو ذاهب إلى تبوك سنة 9 لكاتك برو تبوك ولبو غزوي تبوك دتو لصالي نويمي هجري في صلى الله عليه وسلم بلاي آثار شوينوار ومال جيقا وحالي بجيماوي قومي ثمود دا تيباري هروك ابن كثير باسدك بله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله جاءوا كل معاش تفكر دلاء ويظهر أن هؤلاء الأقوام كانوا يؤمنون بالله خالقا للسماوات والأرض بيد السي أو قومانا إيمانيان بالله هبوة وكزاتك وخالقوا بديهين لأسمان كانوا زاوية إلا أنهم قد اتخذوا من دونه آلهة يعبدون من دون الله ولام كإيمانيان بذاتي الله هبوة لخوار الله سبحانه وتعالى بتو صنميشيان هنا كوال لقل خوا برستيتيان والعياذ بالله لاعتقادهم أن آلهتهم تشارك الله في بعض عناصر ربوبيته بروان وابوا كوا برسترا وبنا حكان وانيش عيني شريكة لقل خوا لهندك صفات پروردگارتي والعياذ بالله ولا سيما ما يتعلق منها بمصالحهم الدنيوية
بتايبتي أو كوا مصلحة دنيايان بابلين بيو بابندا وكو رزق وكو سركوتنو وكو صحة خوشيو وكو سركوتن لكارو باركانيان وكو بخشيني مالو من دار يتر أوانك هموي بفعلي تايبة بخوا سبحانه وتعالى أوان اعتقاديان أو برسرا وبنا حقاني كوا لقال خواج ديان برست والعياذ بالله أوانش عندك شتيان لبردستا لو بابتانا لويا عقيدة بابلين دعويهم بيغمبران أو بوكوا بانجي كردين لبو التوحيد ما لكم من إله غيره وتبهيش شويق لغير الله فرستراوي ترتان نيشاني فرستن بي وكل قاسمي دله دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به الرسل أجمعون دعوي صالح وكو باقي بيغمبران دي كبو عليه الصلاة والسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وكو هميان هلوان فرمو هروك خواي يقول سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول لبيشة جاء محمد صلى الله عليه وسلم هر پیغمبرش كمان نردبي إلا نوحي إليه إلا وحي ما لو كرديا پیامكي بريتي بي لسا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون همو دعوة پیغمبران أو بلا رجاي خواي يقول سبحانه وتعالى رجاي پیغمبرانه أو با قوم كان راجعان دي كوا تنهى الله شأن فرستني هي هر أو فرست بتاعتنيا وكل سورة النحل جدا فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كوات لهم أمة إخوائي يقول كبيغمبر روانة كردية بيان بيغمبران بريتي وكوات تنهى الله برستن دور كونه ولا الطواغيت قد جاءتكم بينة من ربكم أي حجة ظاهرة للدلالة على صحة نبوتي كوات بلغيتي زور آشكراتان لوهاتيا كوات دي سلميني أمن پیغمبراتكم راست درست خوای گورش تأییدی کردی مبو معجزاتان كباور بكن ام پیغمبري خوامه وكل تفسير سعد دله اي خارق من خوارق العادات او دروس كردني او حشتره خوای گور بمعجزه يقلبوا يعني خلق كرد كوا خارق عادبو اي التي لا تكون الا بآيات سماويه لا يقدر الناس عليها كوا او آيات او معجزه شتيشي لدى صلاه بشر دوره تنها خوالد صلاة داية كبريت لهذه ناقة الله لكم آية أو واشترى كوكو آية معجزة خواي قولا لبوتا النادية وكل معارج تفكر دلي والأولى فيما أرى حمل لفظ بينة في مقالة صالح عليه السلام لقومه على معنى الرسول والكتاب الذكر المنزل عليه كواتلير دا لمعارج تفكر دلي كاتي كذا فرمي قد جاءتكم بينة من ربكم أو بينيا بريتيب لو كتابي كواخواي قورا بصالح راس بارد بكبيان رابقين أو بلقو دليلة لآتكان بلقو دليلة كوا كلامي خواي بيا باشان أو زبيز قالوش معجزي حسيش كبريتيب لو هوشترا كذا ينباس لكن لأن آت الناقة البينة بإعجازها سيأتي الحديث عنها في مقالة خاصة كوا تدلي قد جاءتكم بينة من ربكم بينة كبريت لكتابك كبير راس بيردرا أو زبيز قالوش أو معجزة هرسي زور بين مفسرين كذا للناخ أو بينة هر بريت له ناقك ليردا طبعا هو هيت همو بيغمبريك يان كتابش بي بخشرا يان لسر كتاب بيغمبري بيشوتري رويشتيا بلام دلين أو آتل زياتر باز لو إذا بينك بريت له معجزة هرسي معرفة تفكر دلين نخير بينك بريتيا لكتابك بي بخشرا أويدي كاش معجزة السر بخويا كوا بريتيا لا ناردني أو حشترا هذه ناقة الله لكم آية إتر أو معجزات سبو أي هذه ناقة أخرجها الله عز وجل لكم كما طلبتم من الصخرة التي عينتم وطبق الصفات التي بينتم وحددتم حالة كونها آية معجزة خارقة تشهد لي بأني رسول الله إليكم. طبعا أوان وكل زيقايد كخواي قولة تفاصيل زيادة ما بيد بخشي درباري أبابتا أو بك كاتك وصالح عليه الصلاة والسلام لبيان روانا ذكري أوانيش طلعين دماني معجزيك هبي بالقبي لسروي كواتو بيغنبري خواي معجزكات سياد أو أوان داوا ذكا طلعين لفلانة برد باخواي قولة واشتريك مان لو دربيني بو مواصفاتش واشتريك مان دوي أوابي إذا خواي قولة سبحانه وتعالى لسر داوا كاري أوان فعلا أو برد لنا أو بردة ياخذ هال أو بردي لو كردن بحشتريك بو مواصفاتي أوان دلين تاوكو قناعات بينن أو بيغمبري خوايا فرمو خواي قول تأييدي ذكا بمعجزات تاوكنقو قناعتان بيبيك أو بيغمبري خوايا هذه ناقة الله لكم آية
وكل معارج لا قاسمي دل أي خلقها حجة وعلامة على رسالتي كواتا أو واشترى خواهي قولوكو حجة وبلغو دليلك خلقي كرل بيش ساوتان كبلغبي لسر رازقوي پیغمبركي من پیغمبراتك من وأضافها إليه تفصيلا وتخصيصا كاتك ودفن هذه ناقة الله لو دايتا بنا بال خواهي قولو سبحانه وتعالى طلع وكو أويك والتايبتا بالشوازش تابت خواهي يقول خلق كريا وكو قلت بيت الله لأنه لا ملك لها غيره تعالى أو لأنها حجته عليهم في أنهم إن حفظوها وأطلقوا إليها وأطلقوا لها رعيها وسقياها حفظوا كواتا وكو تشريفك أخوي قورا هندك شد ذات بالخوي وكو كبيت الله بيت الله ليرش ناقة الله لبروي ملكك تنها ملك خوايا وكو معجزه خوای گور خلق کرگنا خو همو مخلوقات هر ملک خوا سبحانه وتعالى بلام که خوای گور بتابت هندك شد ذات بال خوي لبو تشريفي او شتي لبو ريزلينان لو شتي كوا فعلا بخارق العاده خوای گور خلقي كرد ايتر بزان او قدر قيمتش تايبتي الى خوای گور سبحانه وتعالى اگر بيتو ان بارزگاري لبكن قيمتي بزانن او بو شوي كخواي گور سبحانه وتعالى داينا بك بيش شوي انغو تداخلي نكن كاتك ولا زوي خوا سبحانه وتعالى دلوري وهو او كوا لو الشار ولات كان هبو روجك بتايبتي لو اشترك ابو روجش بتايبتي لو انبو او روجك لو اشترك ابو ندبا وان او يبخونه بلكو لو ان هبو لشيري واشترك يبخونه اتر اگر بيت بارزغاري لسر بكن او خواي جور سبحانه وتعالى دائم بارزي وان غدروا بها اهلكوا بلام اگر خيانه بكن لقل او معجزي كبخوان داوان كردي او اخواي يقول لنا يندبا لو فرمي فذروها تاكل في ارض الله لي قرين با لو زويه خوا سبحانه وتعالى بالوري التي لا يملكها غيره او زويه كملشي خوا لي قرين با لملشي خوا بالوري وكل تفسير سعد ضله فلا عليكم من مؤنتها شيء انقول سرتاني انقو لوري لو فيدا بكن لي قرين با لزويه خوا بالوري ولا تمسوها بسوء أي لا تضربوها ولا تطربوها ولا تطردوها ولا تريبوها بشيء من الأذى بهيش شويق ليندن بهيش شويق دري مكان بهيش شويق أزيتي مدن ولو تأذد منها دوابكم إكراما لآت الله كوات أقل لو فرضنا هذا زيقاش لورا كوا زيقاي لوريني حيوان كان يقوبوا نابي دريب كان لبروي دبي ريزي لابن آياتك ومعجزيك لنا أخواي قولوا لسر داواكاري خوشتان أخواي قول خلق كرديا أجر أزيتي شبدا ياخذ بخلافا نزيشكنو فيأخذكم عذاب أليم عذابك بإيش وآزار ديت سرتان أي في الدارين كوات أجر بيتو آزار بدن يان بيكو جن عذابك بإيش وآزار ديت سرتان للدنيا ولا قيامة لبرأوي أنجو تعرستان كذا لبوش تكوا معجزيك خواية ولا معاش تفكر ضل وإذ أخرج الله عز وجل لهم هذه الناقة طبقا لطلبهم كاتك واخواي قول سبحانه وتعالى او اشتري دروس كر لبويان لسد داواكاري خويان فقد ألزمهم بواجبات تجاهها كاتك وسنة خواي قول والي قلبان دكين كاتك واشتيشان بيدرس لسد داواكاري خويان لا مقابل ده هندق واجبات عند السرشاني سواء آمنوا برسول أم كفروا أو زاقر إيمانيا ببيغمبر كان هنا يان كفريان بيكرديا ملزم بهنديك شد وقد جاء الله عز وجل هذه التكاليف مادة من مواد ابتلائهم وفتنتهم كواتا كاتك أو معجزة لو دروس كردن أو ذا تكليف اللي كردن بهندك تكليفات كوا بو تكليفات تانت تيسان ابتلاء وتاقي كرانوا لبرو بخويان داواي أو حق أو معجزيان كردبو يترخواي قول سبحانه وتعالى تكليف اللي كردن نابي بهيش شويك بيتر سينن دريب كان يعني منعيب كان بهيش شويك لو روجاج آوينا خونوكا حقي أو كفتنها أو بخواته وكل تفسير قاسم يجدل واذكروا طبعا لا باشويكا أو معجزة لا باشوي أو معجزة خواي قول لسد واكاري أوان بياني بخشي يتر موقفيان سدبي وكو لآتي دوات خواي قول دفن واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا كواتا لدواء أو معجزيش أو زهاشتا صالح عليه الصلاة والسلام هاشتاش آموشگاریان دكا واذكروا ببير تنبي أو نازو نعمتك أخواي قول لقلتان كر إذ جعلكم خلفاء بعد عاد كأنقوي لدواي قوم عاد
کردیتە جێنشین لەسەر ڕووی زەوی. إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض أنجوي نشتجي كرديا وأنجوي مستقر كرديا تتخذون من سهولها قصورا لسهل دشتايكي أنجو قصر لخوتان دروز دكن وتنحتون الجبال بيوتا لا تياكانيش أو تواناي بيبخشينك وتياكانيش حفر بكنو لوين دريش مالو جيجاي حوانوا لخوتان دروز بكن فاذكروا آلاء الله يتر آلاء وناز نعمتكان خواهي قرتان لبيش ساوبي ولا تعثوا في الأرض مفسدين بهيج شيويك لسروي زوي فساد بلا مكانوا لدواي أوي كوا خواهي قور سبحانه وتعالى أو هم ناز نعمتي بيبخشينا بيامي للان بيغمبرانا للان أو بيغمبري خوي لبوتان روانا كرديا دي فساد مكان لسروي زوي بهيج شيويك نفسادي معنوي نفسادي مادي بكن كواتا پابند بن بشريعتك خوای گەورە پابند بن بەو معجزەش کە خوای گەورە لە بۆتان ڕەوانە کردێ و پارێزگای لەسەر بکەن بە هیچ شێوەیەک تخونی نەکەون و فەسادی مەکەن لەسەر ڕووی زەوی. بەڵام ئەوان موقفیان چ دەبی؟ دیارە بە تەئکید فەسادی دەکەن وەکو لە ئاەتەکانی دواتر دێ بە تەئکید تەعەڕوزی ئەو معجزەیەش دەکەن لە نەتیجەشدا ئەوانیش وەکو قەومەکانی پێشووتر عەزابیان دێت سەر خواپەنامەدا. دیارە ئەو تەفاسیلە بە پشتیوانی خوای گەورە لەوانی داهاتوو باسی دەکەین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.